السوشيال ميديا خلتنا نعمل حاجات لو حكيناها لحد من سنة 2000 هيقول علينا مجانين رسم. بجد والله. بس قبل ما نبدأ الحكاية، بقالي فترة عايز أوصل لناس أكتر. لو بتحب النوع ده من الحكاوي ياريت تشترك في القناة، ولايك وشير دعمكم هيفرق معايا. تخيل معايا واحد كان في غيبوبة من سنة 2000 وفاق دلوقتي، وبيسأل سؤال صغير: انتوا بتعملوا ايه قبل الأكل؟ قال له: بنصوره. قال له: تصور الأكل ليه؟ عشان الناس تشوف. هيقول لي: والناس تشوف الأكل ليه؟ هي الناس هتاكل معانا؟ هقول له: لا لا. طب انت هتاكل معانا؟ استنى بس اما اظبط الإضاءة الأول. يا جماعة، بقى في أكل بياخد وقت في التصوير أكتر من وقت الطبخ نفسه. تلاقي الواحدة بقى قاعدة تنقل الطبق، لا يمين لا شمال، طب فوق شوية لا تحت شوية، شيل المعلقة دي من هنا حطها لي هنا، لا 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 شيل المعلقة دي خالص، وحشة وحشة. طب هات شوكة هنا. يا بنتي ده طبق كشري، مش جلسة تصوير لمجلة أزياء. وبعد كده تيجي بعد ساعة ونص تصوير تيجي تاكل، تلاقي الأكل برد. ثم منزله لنا ستوري: الأكل وحش قوي. ما هو كان حلو يا أستاذة، بس انت اللي كلتي بعد العصر. وبعدين بقى في مرض جديد اسمه خبير السوشيال ميديا. أي حد يشوف فيديونا على السوشيال ميديا يحس إنه بقى فاهم الكون كله. شوف فيديو عن الجيم بقى كابتن، ابتدي يشرح لك اسم العضلة اللي هنا ايه واسم العضلة اللي هناك وتمارين تعملها. شوف فيديو طبي بقى استشاري، ده ممكن يتولى علاج الحاجة شخصيا. يشوف فيديو اقتصاد، في الاقتصاد بقى محافظ البنك المركزي شخصيا، لا ويتكلم بمنتهى الثقة. يا حبيبي انت اخر مرة جبت كام في العلوم؟ تحس ان السوشيال ميديا ادتنا ثقة اكتر من اللازم. بقى الواحد يسمع معلومة واحدة ويبقى مستعد يدخل يناقش 5 متخصصين. لا، في حاجة تانية مرعبة: التحليلات. ليه يا جماعة بقينا محققين؟ تلاقي الواحدة بعت صورة لصاحبتها: بصي على دي، مالها؟ حاساه زعلان مني، عرفت منين؟ حاطط نقطة في آخر الرسالة، نقطة. ويقعدوا يحللوا في النقطة، يتفتح لها تحقيق رسمي. وتشتغل بقى التحليلات: النقطة يا معناها انه متضايق، القلب الأحمر أقوى من الأصفر، الوجه الضاحك بيخفي ألم داخلي. يا جماعة، ما يمكن كان الراجل بيكتب بسرعة وخلاص، ولا يمكن النقطة اتحطت وهو مش واخد باله أصلا. أنا حاسة إننا بقينا بنحلل كل حاجة إلا الحاجة اللي واضحة. يعني تسأله: أنت زعلان ليه؟ لا، لازم لجنة تحكيم تجتمع الأول. بس بصراحة ورغم كل شيء، دلوقتي لو النت فصل 5 دقايق كلنا بنجري نشوف الراوتر. لا، 5 دقايق أنا ببالغ. لو فصل ثانية إلا ثانية كلنا بنبص للراوتر كأننا بنطمن على مريض في العناية المركزة. اشتغل، رجع، حد يجرب الواي فاي. عشان احنا بقينا من غير السوشيال ميديا زي السمك من غير المية. بس الفرق ان السمك بينزل يعوم، لكن احنا بننزل نصور المية الأول. أنا صفو، ودي كانت حلقتنا النهاردة.